التغذيه في الحمل والرضاعه. دلوقتي كل المؤتمرات بتتكلم على حاجه اسمها فيتال بروجرامينج، او ان احنا اول 1000 يوم في حياه الطفل دي بتفرق في حياته ومستقبله بصوره فوق خيالنا. يعني ان البيبي ده بعد كده لما يكبر يجيله سكر او ما يجيلهوش، ان هو يبقى مستوى ذكائه ونسبه ذكائه دي انا ممكن اساعد في تحديدها من اول وقت الحمل، بس بالتغذيه وبالمكملات الغذائيه. يعني الكلام كل يوم بيبقى فيه جديد، كل يوم فيه تجديد في الابحاث، والكلام مش ثابت يعني بالظبط. مش على عشان كده لازم القديمة. لازم اتابع عشان صحتي وعشان انا هفرق في مستقبل ابني بالظبط. وعشان العلم بيتغير، فما ينفعش اخد نفس الحاجات اللي كنت باخدها وانا حامل من 5 سنين. وما ينفعش ماما ترجع تقول لك ممنوع تاخدي كالسيوم، والكالسيوم بيكبر دماغ البيبي، فاحنا عايزين نصلح الكلام ده كله. فده اللي هنوضحه بقى النهارده، ونشوف ايه اللي مهم ناخده وايه اللي مش مهم ناخده، وهل الاكل بس لوحده كفايه ولا لازم اخد مكملات، والديبيت اللي حاصل على الحته دي. اول حاجه هنتكلم على الفوليك اسيد. الفوليك اسيد طبعا ده حاجه اساسيه كل الستات فاهميها. احنا علشان نبقى عارفين احنا مش بناخد فوليك اسيد اول 3 شهور بس، احنا بنكمل الفوليك اسيد طول فتره الحمل. بس احنا علشان بيتاخد كجزء في الحديد في المكملات الغذائيه بتاعتها، فمش بنقول للست ان انت هتاخدي فوليك اسيد، بس الفوليك اسيد مش بيقف يعني بالزبط. لازم لحد الولاده. والناس مثلا اللي هي بتخطط لحمل، يعني مثلا انت عامله سبيسنج بين اطفالك وبعض وبداتي توقفي وسيله منع الحمل اللي انت عاملاها، يفضل ان هي تبتدي في الفوليك اسيد. ده من الحاجات اللي المفروض تبتدي فيها اصلا. هو ده عباره عن فيتامين B9. لو احنا هنتكلم هو موجود في كل الورقيات. فوليك دي معناها اخضر، فكل حاجه خضراء فيها نسبه فوليك اسيد. فيبقى انا اهتم بان انا اكل خضار وحاجات خضراء، ده غير ان انا بهتم ان انا اخد فوليك اسيد كماده مكمل غذائي. يعني ان انا بس باخد من غير مكملات غذائيه ده مش كافي بالظبط. وده من الحاجات اللي ثبت علميا خلاص من غير جدال ان ده بيمنع بعض التشوهات في الجنين، زي الاطفال اللي عندهم فتق في الجهاز العصبي اللي هو سباينا بيفيدا بالانجلش يعني، او اللي هو بيبقى عندهم جزء من المخ بارز ان كان في الرقبه من ورا او ان كان في اخر العمود الفقري. ده بيمنعها تماما ان الست تبقى بتاخد فوليك اسيد. دي بحاجه بسيطه اهو، بنقول ان احنا برشامه بسيطه جدا ممكن تاخديها ومش حاجه مكلفه ان انت تاخدي شويه ورقيات في اكلك. ده انت بتمنعي حدث كبير جدا ممكن يحصل للطفل بتاعك وليكي انتوا الاثنين. الاسره كلها بتتاثر بالموضوع ده بمجرد وقايه بحاجه بسيطه جدا. من الحاجات المهمه جدا طبعا فيتامين د. واحنا كمان في الدول العربيه ومع الحجاب او حتى من غير حجاب احنا طول النهار يا الا قاعدين في اماكن مكيفه في ازاز، مش بنتعرض لاشعه الشمس بصوره كافيه او مساحات كافيه ولا وقت كافي، فبيبقى عندنا نقص فيتامين د. ده بيأخر برضو فرص الحمل وبيخلي الست بيقلل الحرق. انا اعرف ان هو بيقلل الحرق فعلا شويه وبيقلل من امتصاص الكالسيوم. عشان كده لما بناخد كالسيوم بنحب دايما ناخد معاه فيتامين دي. نتعرض للشمس لو ده متاح بالنسبه لنا، لو مش متاح يبقى لازم ناخد فيتامين دي كمكمل غذائي. من الحاجات برضو المهمه معانا طبعا الحديد. الحديد من الحاجات الاساسيه اللي بنحتاجها بصوره كبيره جدا. انا بالنسبه لي في شغلي من الحاجات المهمه ان انا لازم ست ما تتعرضش للانيميا، لان ده بيسبب نزيف ما بعد الولاده. الحديد ده بقى عندي مشكله كبيره جدا معاه، وهواجس وكلام غلط كتير جدا على الحديد. الحديد اللي موجود في الاكل حلو جدا ان انا وقايه، ان انا باكل اكل صحي، عايزه اكل كويس واكون ست حامل بتتغذى، يبقى اكل الحاجات اللي فيها حديد زي الطحال زي الكبده لو مسموحه، لو دكتور النساء سامح بيها، واللحوم الحمراء مصدر آمن جدا للحديد، فيها مصدر حديد حيواني محترم جدا. نيجي بقى على الحاجات التانية اللي يعني بنسمعها، الخضار او الفاكهه اللي فيهم حديد. الحقيقه هنقول ان دول ما فيهمش مصدر حديد قوي، مش كافي. دول مش مصدر حديد كافي او ينفع اعتمد عليه زي اللحمه الحمراء طبعا، لان هو بيتاثر زي ما احنا عارفين باكل معاه ايه يعني لازم اخد معاه فيتامين سي زي بقى اللي موجود في البرتقال او الجوافه، لازم اخد معاه فيتامين سي او تابلتس مثلا فيها فيتامين سي. وكمان طريقه الطبخ بتاعتنا بتبوظ الحديد جدا. لو انا عندي انيميا هكتفي بس ان انا اكل لحمه حمراء عشان انتوا قلتوا مفيده؟ لا مش هينفع خالص، لازم ناخد الادويه، لان هي برضو مش حديد بس. احنا بنبقى محتاجين معاه فيتامين ب، محتاجين معاه اللي هو الفوليك اسيد، محتاجين معاه B12 يعني، وعناصر تانية زي الزنك والنحاس يعني. فيتامين سي كل دول بيحسنوا الامتصاص مع بعض. وعلشان هي كرات الدم الحمراء انا بقول للناس زي العيش مش يعني مش دقيق بس،
يعني معاه في ميه، في معاه خميره، لو احنا هنشبهها بحاجه بسيطه بالظبط. هي كل مع ملح. الحاجات دي لو حاجه فيهم نقصت ممكن يحصل نوع مش هيبقى تاني من حلو. الانيميا. مش لازم يكون انيميا نقص الحديد، يعني لو انا مهتميه اخد حديد ممكن ما يبقاش عندي انيميا نقص حديد، لكن احنا في انواع تانية من الانيميا، بس طبعا عشان انيميا نقص الحديد هي الاشهر والاكثر انتشارا، فعشان كده كلنا ارتبط معانا كلمه انيميا بنقص حديد. لكن لو احنا مش بناخد العناصر التانية برضه هيحصل نوع من انواع الانيميا، وبرضه هيبقى ليها نفس التاثيرات المضره. الاوميجا 3 من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، مهمه لشعرك، لبشرتك، لتركيزك، للبيبي. من الابحاث برضو اللي اتعملت، عملوا ابحاث على الستات الحوامل واللي بترضع وبتاخد اوميجا 3 والستات اللي ما بتاخدش، لقوا ان في فرق كبير جدا في نسبه الاوميجا الموجوده في اللبن، حتى عشان دي حاجه ينفع تتقاس. فده بيفرق بعد كده في الاطفال. وقاسوا قصاد ده عدد الخلايا بتاعه المخ والاتصالات ما بينها، لقوا ان فعلا فارق، وثبت فعلا ان ده بيفرق في مستوى الذكاء. وطبعا احنا مش ناقصين قله ذكاء يعني. وانت دلوقتي الفروقات دي بتبان في الاطفال من بدري جدا، يعني من الحضانه ومن البلاي سكول احنا بنلاقي الفروقات للاطفال. انا ممكن اصلحها وممكن اتجنبها بحاجات بسيطه زي ما قلنا، ومن اهمها الاوميجا، سواء بقى هاخدها في مكمل غذائي او اخدها كمان مع الاكل. يعني ممكن نخلي الاثنين مع بعض، زي الاسماك المختلفه، زي السلمون لو هنقدر ناكله، زي مثلا المكسرات، زيت الزيتون، الافوكادو، الحاجات دي كلها غنيه باوميجا 3، نقدر ان احنا ندخلها في اكلنا وندخلها للبيبي. بالظبط. من الحاجات برضو عشان موضوع الاسماك ده، احنا طبعا نمره واحد السلمون طبعا، بس هو غالي حبتين كتير حبتين كتير. الجمبري والسبيط طبعا وده غالي، الحاجات دي برضو فيها نسبه اوميجا عاليه. لو احنا عايزين نختار حاجه ارخص شويه، بنقول السردين والبوري. احنا طبعا البورتي الاشهر في اسكندريه ده لا، ده ضعيف قوي في الاوميجا. طب في انواع اسماك ممنوعه للست الحامل؟ الاسماك لو نيه بقى يعني ممنوع طبعا ناكل الفسيخ والسردين المملح لو هناكل السوشي يعني، بس السوشي غالي برضو يعني، هنقول على السردين. ده مش من الحاجات اللي محببه، لازم نقول برضو انه وما ينفعش انه جه شم النسيم او العيد فلازم ناكل فسيخ. لا مش لازم. يعني لو الست ما عندهاش مشكله، طبعا لو هنتكلم في شم النسيم، لو الست ما عندهاش مشكله في الضغط ممكن تاكل رنجه، بس تتعمل سلطه، علشان لود الاملاح الجامد جدا ده بيتعبها وبيعمل تنفيخ جامد، بيظهر وهرش في الجلد، تلاقي نفسها اكلت النهارده رنجه ثاني يوم بتهرش. ونقول لها كمان تشرب سوائل كتير لو هي هتاخد حاجه مالحه عشان ما يبقاش فيه لود للاملاح في جسمها، بس ده بشرط ما يكونش ضغطها عالي، عشان بس برضو نبقى احنا متفقين. يعني ترجع للدكتور بتاعها لازم في اي حاجه ترجع للدكتور بتاعها. وكمان هنصحها لو خدت حاجه فيها ملح ان احنا بنعادل الملح ده بالبوتاسيوم. فلو خدت حاجات اللي فيها بوتاسيوم زي الورقيات اللي احنا بنقول نعمل السلطه فيها، او ان احنا ناكل موزه. الموز ده هيبقى فيه بوتاسيوم وهيريح الشد العضلي، ونبقى عادلنا ما يبقاش اتعرضنا لملح كتير. في معلومه كده الكيوي حلو برضو في البوتاسيوم، الكيوي كويس صح؟ بس البطاطا كمان فيها بوتاسيوم كتير، عشان بس اعرف. فالبطاطا كمان دي حلوه في الحمل عشان الناس اللي بيجي لها كريفنج على السكر في الحمل. فنديها ليه ما ندهمش الحاجات اللي فيها مصادر طبيعيه للسكر زي البطاطا. طيب البطاطا من الحاجات المفيده وفيها الياف كتير. السؤال بقى انا بالنسبه لي الستات اللي عندها كريفنج للحاجات المسكره، انا بقول لها طب اعملي سلطه فاكهه وممكن تحط عليها بوله ايس كريم ولا حاجه، فهل دي معلومه صح ولا؟ يعني هو الايس كريم هيرفع شويه السكر، بس احنا لو حطينا معاه شويه دهون صحيه هتقلل من ارتفاع السكر بعد الايس كريم، زي بقى ان احنا عملنا الميكس دوت بس حطينا معاه شويه مكسرات. طب حلو قوي. فالمكسرات فيها دهون صحيه وهتقلل من ارتفاع السكر بعد الايس كريم. او لو هي ما هتاخد سلطه الفاكهه دي، ممكن نحط بدل الايس كريم مثلا زبادي بمعلقه عسل، ممكن نحط معلقتين زبادي بمعلقه عسل، يبقى عطيناها بروتين وعسل عشان مناعتها. سكر برضو كويس يعني سكر طبيعي، فهتبقى في نفس الوقت خدت الفيتامينز بتاعتها والكالسيوم بس بطريقه لذيذه شويه. والنصيحه اللي هنقولها لكم في الاخر، لو سمحتي ما تسمعيش خرافات ولا نصايح اي حد، ولا مامتي ولا خالتي، لو سمحتي ارجعي لنا واستبعي الفيديوهات الجايه كمان عشان صحتك وصحه